الصبر مفتاح الفرج. والخروف. عشان تبقى لعيب فانتزي صح من اللي هو المحترمين لازم تتعلم الصبر. لو انت كنت صبرت الجولة الأولى على مين بقى؟ على جواو بيدرو، ماشي. على جيوكريس، ماشي. كافئوا الصابرين. طب والمستعجلين اللي راحوا جابوا رايندرز وهالاند وبوظوا تشكيلاتهم، ماشي دول ما لحقهمش حاجه، بس برضه انا صبرت على ناس تانية وما اخدتش حاجه بالدور يعني. يعني الجوله الثالثه بتاعتي كالعادة وربنا ما يقطعها عادة كسبتك برضه في التحدي واكتسحتك. انت جبت كام؟ 37 نقطة. تحدي الجولة الجاية ان احنا نعمل تشكيلة خارج التوب 6. يعني ما ينفعش اي لعيب من التوب 6. طب وانت يا خاسر يا لعين عقابك ايه بقى؟ هتكابتن حارس مرمى يكون ب4.5. احنا مالنا ومال بالمر؟ يعني احنا قلنا بالمر هيجيب نقط لان الماتش سهل وفرقته كسبت 5، يعني هو لو كان مسه بس كده كان جاب جونين. اتكلمنا الجوله اللي فاتت الكابتن خالد ويا عزيزي المشاهد ان تشيلسي ما كانتش مبشره بالامال هجوميا وكانت دفاعيا منظمين جدا. الماتش ده لحد ما على فكره بغض النظر عن الجون اللي جه فيهم كانوا دفاعيا اقوياء جدا، ولكن هجوميا ظهروا بقى. طبعا مستهام المفروض ما تبقاش مقياس عظيم قوي ان هو خلاص بقوا الفرقه التوب هجوميا وخلق الفرص، ولكن لا هم عندهم شكل بيلعبوا بيه واعتقد ان هو هيثبت التشكيله دي. قعدنا نقول الجوله اللي فاتت وتعبنا كلام ان مستوى السيتي قدام وولفرهامبتون ما كانش مقياس خالص. السيتي برغم النتيجه ولكن كان مستواه سيء، وتوتنهام اقوى بكتير جدا من السيتي، وده ظهر الماتش اللي فات. توتنهام اثبت قدام فرقه زي السيتي ان هو فريق قوي. توماس فرانك عمل ماتش هايل جدا. فتوتنهام من الفرق اللي تعتمد على لعبتها وانت من يعني ما تفكرش كتير. دفاعيا انا لسه عند كلمه دفاعيا. ماشي، ما هو دفاعيا وقدوس. طبعا الكابتن خالد ماتش الساعه 5 ده كانوا فيه 3 ماتشات اسبل من بعض. انت عارف اللي فيها يعني. ولكن الماتش الوحيد اللي هو ممكن فيه مثلا 3 لعيبه انت تعرفهم تتفرج عليه هو كان استون فيلا وبرينتفورد. كان ماتش في منتهى الملل اللي في الدنيا. استون فيلا عقيمه هجوميا، تحس ان هم فرقه مختلفه تماما عن الموسم اللي فات، محدش عارف يوصل الكوره لواتكنز. بجد استون فيلا لو كملت بالمنظر ده واتكنز يتباع 100%. الناس المندفعه اللي راحت على بالارد بقى، اولا مين؟ حذرت انا في الفيديو اللي فات، بعيدا ان هو طلع مصاب يعني حظك مش وحش. هم اصلا خسروا 2-0 من بيرنلي. هي قلنا قدام توتنهام هو مش مستواهم. ليه؟ لان توتنهام بجد فرقه رخمه السنه دي، فبيرنلي ده مش مستواه. بيرنلي بقى اثبتت الارقام الدفاعيه اللي عملتها السنه اللي فاتت في الشامبيونشيب هي مكمله عليها السنه دي. عملوا ماتش حلو جدا دفاعيا قدام ساندرلاند وجابوا جونين كمان وكسبوا. الماتش الجاي قدام مانشستر يونايتد اعتقد ان هم هيكملوا نفس المستوى. على سيره مانشستر يونايتد بقى، انت ليك الكريدت في حاجه زي كده بصراحه. كنا اتكلمنا ان ارسنال ويونايتد غير يونايتد واي فرقه ثانيه. مانشستر قدام الفرقه الكبيره زي ارسنال ممكن تعمل ماتش طفره. الكلام ده على ماتش ارسنال اللي هو خسر 1-0. انا ثابت على نفس الكلام. انا ثابت ان ارسنال ما كانش هجوميا قوي، ما كانش بيخلق فرص، وكان مانشستر هو المسيطر. انا شايف ايوه ماشي، ما هو ده حصل في الماتش فعلا، بس ده ما ينفيش ان ارسنال الماتش الثاني قدام ليدز 5-0 الناس بقى كلها راحت بقى جيوكريس وراحت قالت لك لا هو ارسنال مش عارف ايه. قلنا اصبر على جيوكريس، جاب جونين واخد 2 بونص وكان كابتن اوبشن للجوله الثانيه. وقدام ليفربول برضه هيكون اختيار كويس. فوز ايفرتون على برايتون كان فوز مخادع. برايتون بجد ضيعت فرص كتير، كورتين في العارضه. كره ميتوما دي كانت رهيبه بصراحه. بيكفورد تألق وهو سبب ان هم يطلعوا بالكلين شيت. جريليتش برضه عمل ماتش كويس بصراحه على الوينج الشمال. هيبقوا فرقه كويسه يعني ايفرتون، ولكن برايتون فرقه محترمه جدا وضيعوا فرص كتير قوي قدام ايفرتون. رغم ان ايزي مشى، ولا دي حاجه طبعا بالنسبه لي حاجه جميله يعني. لازنر عامل فرقه محترمه جدا قدام نوتنجهام يتعادل 1-1. الاعتماد بقى اكبر على اسماعيل يسار. نوتنجهام بقى مشاكلهم اللي خارج الملعب طغت على جوه الملعب، ولكن اندوي بيستمر في المساهمات. يعني الماتش الاول جاب جون، الماتش الثاني عمل اسيست، فاندوي من الاختيارات الكويسه دي. ليفربول بقى ونيوكاسل وختام الجوله. لا انت ابتسمت كده ليه؟ ابتسمت لان ليفربول ده من اسوأ واكتر الفرق محظوظه شفتها في حياتي. نيوكاسل عمل كل حاجه في الكوره، ليفربول جاب جولين ديفليكشن، 3 لعيبه اتصابوا من نيوكاسل واتطرد جوردن الشوط الاول. الشوط الثاني بجد ما شفتش ليفربول. ما دي الكوره يا كابتن خالد. وبيلعبوا 10 لعيبه. ايه يا كوره، ايه يا كوره. مش عارف لحد دلوقتي الناس اللي عندهم دفاع من ليفربول بيعملوا كده في نفسهم ليه. فيرتس ده النسخه السيئه من قفشه. ما انت ما تقدرش تحكم على فيرتس في الاول. انا حكمت عليه خالص. انا قدرت وعملت كده والله. والله النسخه السيئه من قفشه اقسم بالله لا باص صح ولا تحرك صح
ولا اي حاجه. بس عنده هو عنده ما ربنا يديله الصحه، بس هو بجد شفاف في الملعب. ولو معاك فيرتس بيعه، الحق في الفتره دي بيعه عشان الحق بيعه عشان هتندم والله. يا عم ما تبيعوش. بس انا اقول لك حاجه، انت عارف ليه ما تبيعوش؟ لان احنا قلنا من الاول ما تجيبوش، فخلاص انت جبته خلاص بقى كمل معاه لحد ما يبدا ياخد فورمه. انا نسيت اقول لك ليه الليفر مش حلو. اتفضل قول. علشان صلاح وحش، نفس اللي كان بيحصل السنه اللي فاتت، بس صلاح كان بيغطي على كل الكلام ده. والله ما ده تحليل منطقي فعلا. فصلاح الايام دي لسه ما دخلش فورمه قوي كتهديفيا وكتحركات، بس برضه بيساهم مستواه مش عالمي بحيث ان هو يغمض عينك عن مستوى الفرق الوحش. عندك بقى سلسله اصابات: بالمر، ساكا، اوديجارد، روتر، وستيف، وبالارد. ومش بس كده، وآيت نوري. طب هتعمل معاهم ايه؟ ده اللي هنتناقش فيه دلوقتي. ومش بس الاصابات هي اللي معكننا على الناس، لا كمان لعيبه مستواه في النازل زي واتكنز وروجرز ومرموش. طب نتصرف ازاي؟ واتكنز المشكله مش في واتكنز خالص، المشكله مش في روجرز خالص، المشكله في استون فيلا لو كملت عند المستوى ده، لا انت بجد ما تشتريش لعبتها، لان لما هيكسبوا مثلا بلعيب نص ملعب. اللي عايز تبيعه يعني يتباعوا دلوقتي. لا الجوله الثالثه دي بتبقى مخادعه عليه بقى، لان بيبقى بعدها في توقف دولي، فاللعيبه بتبقى عايزه تفكر المدربين بتوع المنتخبات بيهم، فبيبقى الاداءات ازيد من المتوقع بشويه. خد بالك ده كلام اوضه لبس، ده انا بتكلم بجد والله كلام ما حد يتكلم فيه. والله انت وبوتريكا بس. فما تعملش تبديله في الجوله دي، لان اللعيبه حتى اللي بتقدم مستويات مش كويسه بقى لهم جولتين ممكن يظهروا في الجوله دي، فخليك اصبر يعني على قد ما تقدر خالص. ما تعملش تبديلات ملهاش لازمه، يعني مثلا لعيب بيلعب عندك بس ما جابلكش نقط، بس احنا اوريدي متوقعين ان هو يجيب نقط من اول الموسم، خليه معاك الجوله دي بس، وبعد التوقف الدولي نبدا بقى نشوف، لان فرقتك هتقلب احمر واصفر وبتاع، ساعتها ممكن تعمل وايلد كارد. بص، بالمر وساكا مش هيلحقوا الجوله الثالثه، ده رسمي مني انا يعني، قبل مؤتمر صحفي قبل اي حاجه. ماشي مني انا دي مش هيلحقوا الجوله الثالثه. طيب اوديجارد احتمال، هو كده مش مع ناس كتير، بس هو احتمال يلحق. روتر انا ما اعرفش اصابته ايه. ستيف اتصاب وطلع وانا اسكندريه، ولكن ستيف سليم وهيلعب الماتش الجاي. بالارد وآيت نوري دول برضو استنى الابديت بتاعهم. اللي تمشيهم لو عندك هم بالمر وساكا. طب ليه؟ الاثنين سعرهم غالي، ممكن نبدلهم بلعيبه ارخص ويجيبوا لنا نقط الجوله الجايه، فدول ممكن نمشيهم. طب اصابه بالمر وساكا تفتح لنا الطريق لمين بقى؟ ساكا يفتح لك الطريق لواحد زي مدويكا هيلعب وينج يمين. ساكا مينيمم هيغيب ماتشين، ماتشين، فمدويكا هياخد الجنب اليمين اللي بيحبه. طب لما مدويكا ياخد الجنب اليمين ده يفتح لك طريق لايه؟ ان ايزي 100% هيبدا ماتش ليفربول، لان اوديجارد مصاب. حتى لو اوديجارد رجع ايزي هيلعب شمال، اوديجارد ما رجعش ايزي هيلعب مكان اوديجارد، فبنسبه 100% ايزي هيلعب الماتش الجاي، وكمان ايزي رجليه في الملعب. طب انا اقول لك حاجه احلى. طب ما انا كده افكر في ايزي على طول، لان لما مدويكي اشتريه هقعد شايل هم لما ساكا يرجع مدويكي هيرجع ناحيه الشمال تاني. طب انا بقول لك ما اجيب ايزي على طول. ممكن تجيب، ما انا بقول لك ما انت عايز تجيب ايزي، عايز تجيب مدويكي، انت يعني انت اللي بتحسبها في دماغك، بس انا بديك الاوبشنز المتاحه. طب اصابه بالمر تفتح الطريق لمين بقى؟ جواو بيدرو 100% خلاص. جواو بيدرو لما لعب جنبه ديلاب كويس جدا، تحركاته حلوه جدا. ليه بقى؟ لان جواو بيدرو والله انا كنت متاكد ان ده في الاول مش مهاجم صريح، مش هيعرف يلعب وسط اثنين مدافعين رخمين، يعني هم عشان مدافعين واستمع على الله فربك اكرم. وديلاب كمان كان مريحه جدا، يعني ديلاب ده لعيب تكتيكي من الدرجه الاولى، مش هيجيب جون، مش هيعمل اسيست، ولكن يخلي جواو بيدرو يلعب براحته خالص. جواو بيدرو كان بينزل لحد نص الملعب عشان يستلم، وبيلعب بمزاج، هو قادر يلعب، وهو في التحركات، وهو وشه للجون احسن بكتير قوي من ظهره للجون، وهو مش هيعرف يلف ومش هيعرف يعمل الكلام ده، ويبقى تبديل مهم، يعني مش هيبقى تبديل ملوش لازمه. بيدرو نيتو برضه، بيدرو نيتو هيبقى برضه من الاختيارات الكويسه، بس لو انت يعني ايه تبديله واحده فهتمشي بالمر وتجيب نيتو. طب لو عندك تبديلتين ممكن بالمر تبدله بلاعب نص ملعب وتجيب جواو بيدرو مهاجم. لو معاك تبديلتين وعينها من الجوله الاولى هيبقى متاح عندك الاوبشن ده والاوبشن ده. لو هتارجت لعيبه، تارجت الفرقتين اللي اثبتوا لك لحد دلوقتي ان هم احسن فرقتين، اللي هم مين؟ توتنهام وارسنال. بعيدا عن الجدول، الفرق دي مش فارق معاها الجدول، يعني الفرق مش فارق معاهم هم بيلعبوا فريق قوي او فريق ضعيف. قدام فريق ضعيف هيجيبوا جونين وثلاثه واربعه، قدام فريق قوي هيجيبوا جون واثنين وممكن يعملوا كلين شيت. فتارجت لعيبه من الفرق دي، وتارجت اللعيبه اللي بتلعب اكبر عدد وقت. يعني في ارسنال جيوكريس 90 دقيقه خلاص مش هيخرج. النقطه اللي كنا بنتكلم فيها مع الناس اللي بتقول لك ان احنا بنتارجت اللعيبه اللي بتقعد اكبر وقت في الملعب، يقول لك يا عم ما ممكن ينزل من على الدكه ويجيب جون ويمشي. لما تبص على جيوكريس جاب جون في الدقيقه كام، وجاب جون في الدقيقه حاجه و90، اخر دقيقه في الماتش بالظبط. في الاغلب يعني الماتشات لما بتفتح
بيبقى في عشوائيه كده في الاخر، او فرق مثلا ما بتصمتش للاخر. الدقائق دي مهمه جدا، ودايما بيجي فيها اجوان كتير جدا لان اللعيبه ما بتبقاش مركزه. فلما نقول لك تركز على اللعيبه اللي بتاخد وقت اطول عشان اللحظات دي. لعيبه نيوكاسل لازم تبدا تفكر فيهم، وعاملين في فقره السكاوت هنتكلم عن لعيب منهم، بس لازم تفكر بجديه في لعيبه نيوكاسل سواء مدافعين او مهاجمين. نيوكاسل عمل ماتش هايل قدام ليفربول، جدول احسن جدول، بس ما فيش حد بيخلص برضه. ده اللي هنتكلم عليه. ما هو لو بدا انا دايما لما بعمل الحركه دي اعرف ان انا اقول كلام مهم جدا. ما تمشيش وود، ولو تعرف تجيب اندوي هاته. قدامنا على الشاشه المدافعين اللي حققوا نقطتين الديفنسيف كونتريبيوشن في الجولتين الاولى والثانيه. زود على الشباب الحلو ده فان دايك، دينا مؤشر ان اللعيبه دي على المدى البعيد هي بتعمل تدخلات وكلينس وبتاع، فالنقطتين دول هيبقوا بالنسبه لهم سهل تحقيقهم. يعني ضغط من مانشستر يونايتد عامل مستويات كويسه جدا. تاركوفسكي من ايفرتون بالذات كمان مع ايفرتون ان هم بيستقبلوا لاعب كتير يعني، ففي كل ماتش غالبا هياخد النقطتين دول. سينسي من بورنموث. واخر لعيب معانا وهو اللي اتكلمنا على كريستال بالاس ان هي فرقه منظمه جدا جدا وهو لا كورا. واللعيب طبعا الاخير هو فان دايك. فان دايك برضه في الماتشين عامل معدي ال10 كمان. يعني الماتش النهارده تقريبا عامل 13، والماتش اللي فات عامل 20 او 21. ففان دايك بيعمل ارقام هبل بصراحه. فلو عملوا كلين شيت، لو ربنا نفخ في صورتهم يعني وعملوا كلين شيت، ففان دايك مع الكلين شيت هياخد النقطتين، فيبقى اختيار كويس جدا يعني. بما ان كابتن خالد ان السكاوت بتاع الفانتازي بقى له كام جوله كده عطلان شويه، فاحنا قلنا نساعد الناس ونساعدهم هم ونساعد هم بيتفرجوا. اكيد طبعا. جايبين لكم 5 لعيبه تبصوا عليهم. هل يشتروا دلوقتي كابتن خالد؟ لا، بص عليهم وتابعهم. احنا بقالنا جولتين بنتفرج عليهم، عاملين مستويات كويسه جدا. اول لعيب اللي فاجئني جدا نص ملعب كينج من فولهام ب4.5 سعره خرافي. الواد ده لسه ما جابش نقط، بس بجد ركز عليه الجولات اللي جايه، وبعد التوقف الدولي هيبقى لعيب مناسب جدا سعره، ان انت كمان ممكن يبقى هو اللعيب الخامس عندك في نص الملعب. جريليش من ايفرتون الماتش اللي فات عمل 2 اسيست. لما يروح ايفرتون هو بالنسبه لهم لعيب من اللعيبه البريميوم، فضامن مركزه 100%. فجريليش مفيش كلام ان هو ال90 دقيقه هيبقى في الملعب من الاختيارات الكويسه، ولكن برضه ما تستعجلش انك تجيبه. خلي عينك عليه الجوله الثالثه، ممكن من بعد التوقف تفكر فيه. ثالث لعيب واللي انت كنت عايز تشتريه في بدايه الموسم هو اسولا من نيوكاسل. اعتقد ان هم هيستقروا ان هم يبدا يلعب اسولا اساسي لحد ما يشوفوا مشكله ايزاك. ب5.5 هيبقى سعره ممتاز جدا. مونيوز من كريستال بالاس في ال5 مع جلاسنر كان خطير في ماتش ليفربول في الكوميونتي شيلد، كان خطير في الماتش الاول قدام تشيلسي، وعمل اسيست قدام نوتنجهام الماتش اللي فات. من الاختيارات الكويسه، وسعره يقلقك شويه. اتفرج على كريستال بالاس الماتش الجاي، لو مونيوز فضل مكمل على نفس الاداء ونفس المستوى هيكون من الاختيارات الكويسه دي. طبعا بالمر اتصاب، وصل لك؟ وصل لي الخبر ده. اتشتمت طول من يوم السبت. هم الجمعه ناموا بقى، صحيوا السبت قاعدين بالشتايم فينا، هم ما اتفرجوش على الماتش، هم عرفوا تاني يوم الصبح. فده يفتح لنا باب لمين؟ خلي عينك عليه. كابتن مين الجوله الثالثه من فانتسي الدوري الانجليزي؟ انا كخالد هي هتبقى ريسكي شويه، ولكن انا شايفها مناسبه بالنسبه لي، وهي جوكرز قدام ليفربول في اول ماتشين، جونين على ارضه وجونين بره ارضه، دفاع مش مطمئن خالص. لان انا معايا هالاند، فغالبا هيبقى الكابتن هالاند يعني. لو ما معكش هالاند او ما معكش جوكرز، ممكن تروح مع قدوس، هيكون كابتن اوبشن حلو جدا للجوله الجايه. لو وصلت معانا لحد هنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، ونشوفكم على خير الجوله الجايه ان شاء الله. السلام عليكم.